اخر يوم في السنه واحده اسمها سوزانا رجعت بيت اهلها تقضي معاهم الاجازه، واستقبلتها الخدامه الجديده اللي اسمها ماريا اللي رحبت فيها ودخلتها البيت وسلمت على جدتها. بعدها جت امها وسلمت عليها، وامها قالت لها ايه الريحه دي، انت بتدخني؟ قالت لها لا مش انا، ده سواق التاكس هو اللي بيدخن. شوفوا الكدابه، انتوا ما شفتوش حاجه. بعد شويه هعرفكم على عيله الكدابين. وهم قاعدين بيفطروا جت الخاله بعدها البنت الصغيره واسمها كاترينا، وخالتها بتهزقها لانها نسيت تطفي نور اوضتها امبارح في الليل. الام بترن الجرس عشان الاب يجي يفطر معاهم بس ما بيردش، خلت الخدامه تروح تنده عليه. وبعد شويه سمعوا صوت الخدامه وهي بتزعق وراحوا عندها يشوفوا في ايه. الخدامه ماريا قالت لهم ابوكم في حد غرس سكينه في ظهره، وكاترينا شافته. بعدها كلهم شافوه والخاله اغمى عليها، وكاترينا قالت المجرم اكيد لسه موجود هنا. بعدها قفلوا الباب وبيصحوا خالتهم، وبعدها كاترينا قالت لهم انا هكلم الشرطه، بس لقت سلك التليفون مقطوع. بعدها سمعوا اصوات غريبه وبعتوا الخدامه تشوف في ايه، وخدت التمثال. والام مش خايفه عليها، خايفه على التمثال. ولما رجعت طمنتهم مفيش حاجه، بس قالت لهم في حاجه غريبه، الكلاب اللي في الجنينه ما سمعت صوتها، والكلاب بتنبح لما حد غريب يقرب من البيت، يعني المجرم اكيد واحد فينا. الام بتقول لهم ايه رايكم نشرب شاي؟ اتجمعوا وقعدوا يفكروا من المستفيد من موت الاب، ومن سوف ينال الحصه الاكبر من الورثه. التيتا قالت لهم الفتره الاخيره وضعه المادي كان سيء لدرجه انه طلب مني فلوس وانا قلت له لا. بنتها قالت لها كان لازم تساعديه، ما انت عندك سندات بشيء وشويات ومخبياهم تحت مرتبه السرير. ولما فكروا شويه الام هتاخد نص ثروته وبناتها هياخدوا النص التاني. كاترينا قالت الكلام ده صحيح لو بابا ما غيرش الوصية. مش ممكن غير الوصية واحنا مش عارفين. البنت الكبيرة خدت دور المحقق وبتسألهم كلهم لحد ما اتخانقوا. بعدها بدأوا يشكوا في ماريا. الأم قالت خدامتنا القديمة كانت بتنظف الشبابيك ووقعت واتكسرت، وبسرعة جبنا ماريا بس ما نعرفش عنها حاجة. ماريا قالت لهم بتشكوا فيا، انا الوحيده فيكم اللي ما عندهاش سبب عشان تقتله. وبعد شويه سمعوا صوت التيتا بتزعق وبتقول سرقوا السندات، سرقوا فلوسي كلها. الخاله بتتهم الام انها سرقت السندات. الام قالت لها انا مستحيل اعمل كده، جوزي بخيل ومع كده استحملت. اتخيلوا ديكور البيت مش عايز يغيره من 25 سنه، وكنت عارفه ان الديكور مش هيتغير الا بعد ما يموت. الام قرفت من اتهاماتهم وقالت لهم انها هتروح تجيب الشرطه، بس رجعت بسرعه لانه في حد خرب العربيه وقطع اسلاك المحرك. بعدها شافوا خيال حد من الشباك، خافوا لحسن يكون المجرم اللي قتل الاب. في حد بيخبط على الباب. فيرونيكا تعرف امهم وتعرف ابوهم اللي زمان كان بيحبها، وقالت لهم ايه خفتوا؟ انا في حد كلمني من ساعة وقال لي انه الاب اتقتل وانا جاي اطمن عليه. الام قالت لها ايوه جوزي مات، بس انتي مين اللي قالك؟ فيرونيكا ما صدقتهاش وراحت اوضته ولقت الباب مقفول، وقالت لهم فين المفتاح؟ قالوا لها فوق البيانو، وراحت تجيبه. والغريب انها عارفه مكان البيانو. حاولت تفتح الاوضه بس مفيش فايده، والام حاولت هي كمان بس مفيش فايده. مين اللي غير المفتاح؟ كاترينا بتتهم فيرونيكا انها غيرت المفتاح، وقالت لها انت ازاي عرفت مكان اوضه بابا وكمان بتعرفي البيانو فين؟ فيرونيكا قالت البيت ده بيت عيلتنا لاجيال لحد ما جاء ابوكي واشتراه من جدتي، وانا كنت ساكنه هنا. سلام، اشوفكم في الجنازة. ولما جت تخرج غيرت رأيها لما شافت العصفة التلجية وقالت لهم هقعد معاكم شوية. والخدامة راحت تحضر لهم الغداء. فيرونيكا بتسأل مين اللي قتله؟ الام اللي ما زعلتش على جوزها، ولا المتمردة الصغيرة، ولا البنت الكبيرة المخلصة، ولا حماته البخيلة، ولا الخالة العانس، ولا حبه القديم، ولا الخدامة الجديدة؟ كاترينا قالت لاختها انت كدابه، انت ما جيتيش النهارده الصبح، انت كنت موجوده في البيت في الليل، كدبتي ليه؟ قالت لهم بصراحه انا جيت في الليل وما قلتش لحد، كنت عايزه اقول لبابا سر مش عايزاكم تعرفوه، انا حامل وخطيبي خلع. ماريا جابت الاكل، وجبه فاخره جدا جدا، والاكل كان عاجبهم. وكل ما يخلصوا طبق ماريا تجيب الطبق اللي بعده وهم ياكلوا. اللي يشوفهم يقول دول بقالهم زمان ما شافوش اكل وقاعدين بياكلوا ولا كأنه في جثة فوق. كان راجل طيب. ايه دنيا امير، كان امير. انا عايز بيبسي. وبعد ما خلصتوا اكل ماريا قالت لهم الراجل اللي جابنا اشتغل هنا واللي بيقبضني مات، انا ماشيه مش هكمل معاكم. وبعد شويه رجعت وقالت لهم الباب الخارجي اتقفل بسلسله، احنا اتحبسنا هنا. كاترينا قالت
احنا ما نعرفش مين اللي قتله لانه كلنا كدابين وعندنا اسرار، وعشان نعرف مين اللي عمل كده كل واحدة فيكم لازم تقول الحقيقة. التيتا زلت بالكلام وقالت للبنت الكبيرة ده مش ابوكي. الام حاولت تسكتها بس ما لحقتش، وراحت عند بنتها وقالت لها ابوك الحقيقي مات وانا حامل في الشهر الثالث. تعرفت على ابوكي مارتشيلو، وبصراحة الراجل ده مع انه عينه زيغة الا انه الراجل ده عمره ما قصر معاكي وكان بيحبك زي بنته كاترينا. وبصراحة انا في حاجة ما قلتهاش، انا كلمت ابوكي وقلت له ان انا ماشية وسايبة البيت. محدش راضي يديني اللايك، محدش راضي يديني اللايك. ما تديني لايك يا اخي. الام قعدت مع فيرونيكا وقعدوا يفضفضوا لبعض. فيرونيكا قالت انا جيت عند جوزك اخد منه شويه فلوس عشان اسافر باريس، وبيني وبينك انا مش هسافر لوحدي، انا هسافر مع الراجل اللي بحبه. الام قالت لها انا كمان كلمت جوزي وقلت له انا وضبت شنطتي وهسيب البيت وهمشي، وبيني وبينك هتجوز الراجل اللي بحبه. فيرونيكا قالت لها ايه رايك نعد لحد 3، بعدها كل واحده فينا تقول اسم الراجل اللي بتحبه. الام وفيرونيكا قالوا بصوت واحد السيد جيانوتري، يعني بيحبوا نفس الراجل. ايه البيت الزبالة ده؟ لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. ماريا قالت لهم انا عرفت مين المجرم، كاترينا. وقال لهم الحقيقة. كاترينا قالت ليلة امبارح انا كنت متخبية في اوضة بابا وسمعت كل حاجة. انا اول حاجة سمعت تيتا لما رفضت تدي لبابا فلوس، بعدها جت ماما وقالت انها هتسيب البيت وهتمشي، بعدها ماريا جابت الشاي، بعدها جت فيرونيكا عايزة فلوس تسافر باريس، واخر حاجة جت اختي الكبيرة وقالت له انها حامل. بابا كان قرفان من مشاكلكم اللي ما بتخلصش، وانا خرجت وقلت له انا سمعت كل حاجة وهنتقم لك منهم. بابا لسه عايش وقاعد فوق بيسمع انتوا بتقولوا عليه ايه. وانا اللي جبت شفرة مكسورة وكلمت فيرونيكا وقطعت سلك التليفون وقطعت اسلاك المحرك، وانا اللي خدت السندات، واخر حاجة غيرت المفتاح عشان ما يفضلش نايم على السرير ويسمعكم بعد ما يموت هتقولوا عليه ايه، اذا حبيتوه ولا لا، ولا بتسيروه علشان الفلوس. وبعد ما يسمعكم هيغير الوصية. وكانوا زعلانين انه الاب عامل التمثيلية دي، وراحوا اوضته وخبطوا على الباب. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. كاترينا ادت لهم المفتاح والسرير كان فاضي، وراحوا يشوفوا البلكونة. يا نهار اسود، الراجل رمى نفسه من البلكونة. الاب شكله اتضايق لما عرف انه مفيش حد زعل عليه لما مات، وخلص على نفسه بس المرة دي بجد. وجت الشرطة وسجلت الحالة وخدوا الجثة. واول ما مشيوا الام بصت على كاترينا وقالت لها ازاي تعملي كده، ازاي تقفي مع راجل قصاد الستات، ما ينفعش، عيب الكلام ده، الستات دايما لازم يقفوا مع بعض مش يحاربوا بعض. كاترينا اعتذرت لهم وقالت لهم انا هتعاقب لمدة طويلة، وقالوا لها البنت الكبيرة سألت هنعمل ايه بعد ما راح بابا. فيرونيكا قالت قاعد اعمل ايه هنا، انا هسافر باريس. ماريا قالت انا عندي فكرة، ايه رأيكم لو نفضل عايشين هنا، انا بعرف اطبخ وانتوا بتحبوا تاكلوا. والام قالت وانا ورثت البيت من جوزي، وفيرونيكا هتيجي تعيش معانا. والتيتا قالت وانا معايا شوية فلوس حلوين نعيش بيهم، وحفيدتي هتجيب لنا عيل يملى علينا البيت، والسبع ستات هيفضلوا عايشين في القصر الكبير.